السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. نفسي اعرف يا جماعة ايه ده. نفسي اعرف ايه اللعبة دي. يعني انا نفسي اعرف ايه اللي خلى اللعبة دي بعد ما خلاص كانت انقرضت وما صدقنا ارتحنا منها رجعت تاني. عايزة اقول لكم يا جماعة، انا اللعبة دي اخداها من عيل عندي في الفصل في المدرسة. يعني بجد بجد انا مش عارفة مين يعني اللي اخترعها وعلى اي اساس وايه الفايدة منها وايه وعشان ايه انتشرت بالطريقة المهولة دي اليومين دول بالذات. دي اسمها لعبة البنادول يا جماعة. لعبة البنادول دي يعني او بندول او البندول، اسفة، لعبة البندول. البندول ده احنا نعرف اللي هو بندول الساعة، اللي هي طبعا نظرية نيوتن. ده المفروض يعني، بس ده ما فيهوش اي فايدة علمية. يعني انا مش العيال بتستخدمه في التجربة او بتستخدمه في المعمل، لا لا خالص. اللعبة دي زي ما انتم شايفين كده يا جماعة عبارة عن كورتين بلاستيك، كل واحدة فيهم لون، ومتعلقة بحبل كده وفوقيها زي مكان كده الأولاد بيحطوا فيه صباعهم كده اهو، وبيبتدوا يمسكوها بطريقة معينة. حتى أنا مش عارفة أعملها بحيث يطلع صوت. ده بتطلع صوت يا جماعة بشع، يعني بجد يعني معرفش، يعني الصوت ده بيرن بطريقة رهيبة. احنا تقريبا مدرستنا كلها اتملت بيها. معرفش مين اللي ما عندوش ضمير اللي بيبيعها، وكمان سعرها رخيص جدا. يعني هي مجرد ما الاتنين دول الكورتين دول بيخبطوا في بعض بتعمل صوت. ممكن لو واحد في اخر الشارع بيستخدمها، انا بسمعه وانا عندي في البيت، والعيال بيلعبوا تحت في الشارع بسمعه وانا عندي وانا جوه في البيت. فبجد اللعبه دي يا جماعه انتشرت جدا 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 في الشوارع المصريه، وبالذات بقى بالذات بين اطفال المدارس. يعني بالذات اطفال المدارس هم اللي يعني الموضوع بقى منتشر جدا جدا عندهم. خلاص. المشكله مش ان هي لعبه بس مزعجه، يعني الازعاج ده حاجه على جنب. المشكله يا جماعه ان هي بتعمل تشتت جامد جدا 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 للعيال او للطلاب او للتلاميذ. بتعمل لهم تشتت رهيب، لان هم يعني العيل بيحط كل تركيزه عشان لمجرد ان هو يعمل صوت الطقطقه الغريب ده، اللي هو يفضلوا هما الاتنين رايحين جايين مع بعض كده عشان يخبطوا في بعض، ومفيش واحده تروح عكس التانيه. فكل تركيزهم بيروح لحاجه معينه، بيروح لحاجه واحده. خلاص، دي حاجه. الحاجه التانيه يا جماعه، اللعبه دي فيها ايحاءات جنسيه مش كويسه خالص، ومش هوضح اكتر في الفيديو. اللعبه دي ليها اسامي وايحاءات جنسيه وحشه جدا جدا، وما ينفعش ابدا ان احنا ندخل في عقول اطفالنا. وانا بقول اطفالنا عشان هي العيل من هو في اولى ابتدائي بيمسكها، التلميذ وهو في اولى اعدادي في اولى ابتدائي بيمسكها، معاك بقى لحد تالتة اعدادي، لان احنا مدرستنا ابتدائي واعدادي. فهي مع كل الاطفال. تخيلوا مدرسه فيها حوالي 2500 طالب، حوالي مثلا نصهم معاهم اللعبه اللي انتوا شايفاها. مش عايزه اقول عليها لعبه اصلا، مش عايزه اقول عليها لعبه، لان هي يعني انا مش شايفاها لعبه ليها اي غرض تربوي، اي غرض تعليمي، ما ملهاش اي غرض اساسا. وزي ما انتوا شايفين كده يعني معموله بطريقه يعني جذابه للاطفال، ويعني شكلها ممكن يبقى مسلي للاطفال، وسعرها رخيص جدا. سعرها ولا حاجه، تقريبا 5 جنيه. تمام. بس اللعبه دي يا جماعه كارثه. اللعبه دي كارثه، واقول لكم كارثه في ايه. في ولد كان بيلعب بيها، وبيلعب بيها جامد جدا جدا، وبيعمل صوت جامد، وفرحان بقى، فرحان ان هي بتعمل الصوت ده. وبعد كده اهو الحبل ده ما كانش ماسك كويس في الكوره، ففلتت الكوره، جت في عين زميله. عايزه اقول لكم عصب عينه لحد دلوقتي في حاجه مش قادر يشوف بيها كويس. راح للدكتور، الدكتور قال له عصب العين اتاثر من الخبطه، اتاثر لان الخبطه كانت جامده جدا، لان هو بيعملوها كده جامد بكل قوه، والكره من قوه الاندفاع دخلت، خبطت في عين الولد، اتاثرت على عصب عينه. انتوا متخيلين يا جماعه الكارثه؟ انتوا متخيلين ان اللعبه دي انتشرت دلوقتي فيديوهات في الانترنت وفي اليوتيوب ازاي تصنعها في البيت، ازاي تعملها في البيت؟ احنا وصلنا لكده. وصلنا كمان ان البنات نفسها، البنات نفسهم بيشتروها. يعني بنت تبقى ماشيه ماسكاها وبتعمل كده. يعني انا عايزه اقول لكم يعني اللعبه دي ايه فايدتها يعني. عايزه اقول لكم يعني تكفي اسمها، يكفي اسمها المتداول بين الاطفال. مش هقدر اقول اسمها ايه.
يكفي اسمها المتداول بين العيال والشباب والصغيرين، لما طفل صغير يقول لفظ زي ده. احنا كمعلمين كمدراء مدارس بنحارب الظاهرة دي، بنحاول نحاربها، بس يجي من ناحية تانية البياعين يبيعوها بأرخص الأسعار، ناخدها من الطالب، تاني يوم يجي معاه واحدة ويجي معاه اتنين ولا كأن في أي حاجة. طيب العيب دلوقتي على ايه؟ العيب بقى يا جماعة على ولي الأمر. ولي الأمر لازم يعني يشوف حل أو صرفة عشان نقلل من الظاهرة دي. طبعا الحكومة طبعا اكيد شغاله وبتقبض على البياعين وبتاخد كل الكميه اللي عندهم خلاص، وفي بيدفع فيهم غرامات، بس بيرجعوا تاني يشتروها. في عيال بتعملها في البيت خلاص، في ناس تانية بتبيعها، اللي هو يعني انتوا، انا مش عارفه انتوا. وكمان مشكله يا جماعه، اللعبه دي بتستهدف طلاب المدارس، يعني اللعبه دي اصلا بتستهدف طلاب المدارس اللي في سن صغير خلاص، ومفيش اي فايده منها بقى بدنيه ولا تربويه ولا عقليه ولا اي حاجه، ملهاش اي فايده خالص خالص. فياريت يا جماعه نحاول نمنع ولادنا ان هم يشتروها، لانها بجد 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 اللعبه دي بتنافي الاداب العامه، يعني بجد لعبه سيئه جدا جدا. يعني العيل عايزه اقول لكم يعني ممكن ما يجيبش فطار لنفسه لو والده او والدته مدين له مصروف، ما يجيبش فطار لنفسه عشان يروح يشتري الشيء ده. طب يعني أرجوكم ساعدوا في إن الظاهرة دي يعني تقل زي ما كانت ظاهرة زمان تقريبا من حوالي 5 سنين، ظهرت عندنا في المدارس واتمنعت. طب ايه اللي خلاها ترجع تاني؟ حاولوا يا جماعة بقدر الإمكان إن انتوا تنقذوا ولادكم، وزي ما قلت لكم هي يعني فيها مساوئ يعني أخلاقية، وكمان غلط جدا يا جماعة، لأن زي ما قلت لكم الكورة فلتت ودخلت في عين الولد، فده غير كمان البنات بقى اللي ماشيه بيها. يعني دي كارثه لما بنت تبقى ماسكه حاجه زي كده وهي اسمها اساسا متداول مش كويس خالص. فيا ريت يا ريت كل ولي امر يعني يساعد في الحد من الظاهره دي، ودايما يفتش شنطه ابنه او جيوبه ويشوفها موجوده معاه ولا لا، ويمنعه تماما ان هو يشتريها حتى لو مش هيديله مصروف وهيعاقبه. يا ريت يا جماعه يكون فيديو النهارده استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.